انسوا كل وصفات العوامات اللي مجربيها بحياتكم وجربوا هذه الوصفه، لانه راح تطلع عندكم عوامات مقرمشه بشكل رهيب. واكيد راح اذكركم من جديد بالسر اللي يخليها طول فتره ممكن مقرمشه مثل مالت الافران، وما راح تذبل عندكم ابدا حتى لو تبقى اسبوع او اكثر، لانه اكو ناس ما شايفين الفيديو بعد. نحتاج كوب ونص من الطحين، خلي عليه خاشوقه كبيره من الشكر، خاشوقه كوب من الخميره، وذره ملح بسيطه، خاشوقتين كبار من النشا، وراح نخلي عليهم كوب وربع من المي وثلاث خواشيق من الزيت. تمام. بعدين راح نخفقهم بشكل تمام حتى نحصل على عجينة مطاطية، يعني ما تتقطع، نفس الوقت يعني شوية لينة مثل ما واضح أمامكم. خمرها في نص ساعة ل 45 دقيقة. بعدين راح نطلع كل الفقاعات من عندها، كل الهواء لازم يطلع من عندها قبل القلي. هذه الشيرة هي سر قرمشة الحلويات، شرحنا عنها مسبقا. راح نخليها على نار ناصية تدفى. بعدين راح نقلي العوامات بهذه الأثناء مثل ما اتفقنا. الشيرة راح نخليها على نار ناصية، بمجرد ما دفت نطفي النار، راح تكون سائلة. من تستوي العوامات خلي بها الشيرة بشكل مباشر. هذا الفيديو من زاوية أخرى حتى توضح العملية. تمام. خلوا العوامات في 3 دقائق بالشيرة، بعدين شيلوها وبس. هيك بكل بساطة راح تصنع العوامات فخمة جدا. أنصحكم بالتجربة، جربوها وندعوا لي. شوفكم إن شاء الله فيديو جديد.